النائب عفيف. نائب عفيف ونائب برلماني زميلنا بالمجلس الشعبي الوطني، يريد تدخل مجال الرقمنة في مجال الصحة. أرجو منك الاختصار فقط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم النائب عفيف بليلة، الأصل مهندس دولة في الإعلام الآلي. حقيقة كان لي الشرف أن ساهمت في رقمنة قطاع الصحة في مؤسسة OPH أولف من خلال إشرافنا على تركيب الشبكة الداخلية، وحقا كان عندنا عمل مبدئي. أذكر نكتة لما كنا نركبوا الأطباء، بعض الأطباء كانوا يجونا يقولوا لنا راكم بدروا لنا الإنترنت هنا وهنا النقطة التي تدفعني لكي أقول بأنه يجب الإيمان بالرقمنة من طرف أهل الاختصاص في حد ذاته، لأنه كاين اللي ما عجبوش الحال لما تمشي لنظام الرقمنة. هي الأصل أنها دير تسهيل، ودرنا عملية من أجل فقط ربطنا بين مكتب الطبيب وبين مكتب الأشعة، ورأينا النتيجة. من بعد ذلك عجبهم الحال الأطباء، واليوم كاين النظام هذا نتاع الدوام. أعتقد أنه نظام رائع جدا في المستشفى، فقط وصي بضرورة التكوين المسبق والرسكلة للأطباء والممرضين وكافة المستخدمين قبل التوظيف مستقبلا، وإدراج موديل ضمن هذا التخصص بالنسبة للأطباء بالخصوص. موديل لا أدري أنا مش عارف إسكو راهم يقراوا حتى تصبح هذه الرقمنة ضرورية، ما تتعاملوش مع الطرق القديمة. اثنين، ما مصير، كنت نتمنى أن يبقوا معنا الوزراء، ما مصير مهندسو تخصص الهندسة بيوطبية انفورماتيك، تخصص انفورماتيك. اليوم دير مسابقة تخصص، يجي مهندس تخصص هندسة بيوطبية انفورماتيك ما يقدرش يتوظف مهندس دولة عادي. أيضا مهندسو تكلم عليها قضيه مهندسو تخصص اعلام الالي. يا جماعه اذا بغينا نتكلموا على رقمنه وتكون رقمنه حقيقيه، اذا راهو المهندس يدي في 4 ملايين والطبيب يدي في 7 ملايين، معناتها يا جماعه رانا ندوروا في مكاننا. ضروره معالجه القوانين الاساسيه برواتب تضمن لنا عدم هجره ابنائنا. ولعل عندنا تجربه في كندا، معظم ابنائنا راهم في كندا اليوم، حتى اللي راهم في الجزائر قادرين باش يقودوا هذا التحول الرقمي، والدليل اولئك. ايضا نمشي لنقطه اخيره، اخر نقطه اللي هي هذه البطاقه هذه. انا في 2015 درنا واحد التكوين حول كنا، لاني انا كنت نخدم في كيفاش نانستالو لي سيرفور تاع لا بيومتري ولي بوست كليون تاع لا بيومتري، وتكلمنا على مكونات هذه البطاقه. هذه البطاقه خرجوا لنا في المكونات كاينه واحد لا بيسه راهي مش باينه هنايا خضراء، هذه يكون فيها الملف الطبي. من 2015 الى اليوم انا مازال نديروا فوتوكوبي لهذه لاكارت. ما مصيرها يا جماعه؟ ربي يهدينا ويهديكم جميعا، وفقكم الله، والسلام عليكم. سيد النائب على هذا التدخل الشيق.